يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. وحشتوني يا بنات جدا جدا من اخر فيديو امبارح. عايزاكي كده تحطي لايك لو اول مره تشوفيني. انا اختك اسراء، فضلا منك وليس امرا شجعيني كده. صباحكم كله تفاؤل وامل وجبر خواطر وراحه بال. لو بتشوفوني بالنهار ما تنسينيش من دعواتك الحلوه. اللايك يا بنات بالله عليكم، اللايك بيشجعني جدا، بيعرفني قد ايه الفيديو عجبكم. بناء على طلبكم عامله لكم النهارده ميزانيه ال 3000 ونص الشهريه، ان شاء الله باذن الله تعجبكم وفيها افكار حلوه جدا جدا. تعالوا بينا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسينيش من دعواتك واللايك الحلو وتعليق بقى جميل منك كده، تصلي فيه على النبي وتكتبي لي فيه يعني اللي انت عاوزاه. عايزه ميزانيه، عايزه تشكريني على الميزانيه، عايزين تقولوا لي افكار معينه نعملها مع بعض، مفيش مشكله. عايزين نطبق الميزانيه عملي، قولوا لي يا بنات برضو مفيش مشكله، نطبقها مع بعض عملي طول الشهر، هنمشيها طول الشهر. طيب بصوا بقى يا بنات، انا مقسمه لكم الميزانيه دي حلوه قوي قوي. كان في متابعه ليا طلبت الميزانيه فانا عاملاها لها. الميزانيه دي شامله كل حاجه خارج الايجار والتموين. هي ما قالتليش في التعليقات هي بتاخد تموين ولا لا، وكم فرد، والتموين ماشي ازاي معاها، سواء بتاخد تموين ولا بتشتري، انا مش عارفه. فانا الميزانيه شامله كل حاجه: خضار، فاكهه، لحوم، عطاره، سوبر ماركت، منظفات، التزامات. وكمان يا بنات هندخر في ميزانيه حلوه قوي للادخار، هتفرق معاكي جدا جدا. من هنا لرمضان هتلاقي نفسك معاكي مبلغ ولو بسيط، بس اعتبري المبلغ ده كبير. انت لو خدتي المبلغ ده بقى على دخلة رمضان وجبتي بيه النواقص اللي في بيتك هتفرق معاكي قوي قوي. طب يا بنات تعالوا نشوف كده السبع بنود اللي معانا، ودول 7 بنود اساسيه من 5 ل 6 افراد، هيفرقوا معاكي قوي قوي قوي. واهم حاجه هنبدا بيها في الميزانيه بتاعتنا يا بنات، ميزانيه ال 3000 ونص، هي الالتزامات. اهم حاجه يا بنات الالتزامات. عندي كهرباء، ميه، غاز، نت، دول الالتزامات الاساسيه في البيت. دول كده الالتزامات الاساسيه بالنسبه لي انا كاسراء، بشوف ان دول اهم التزامات في البيت، اللي هو الغاز، الميه، الكهرباء، النت. لو مش عندك غاز بتشتري انبوبه. فيعني احنا حاطين كل ده في الاعتبار. تمام يا بنات. والنت بقى من ضروري جدا، لان طبعا بنتابع عليه المذاكره، اللي عنده مذاكره بيذاكر منه، فالنت بقى شيء اساسي في كل بيت. طيب تمام. الالتزامات يا بنات هنخصص لها 1200 جنيه. 1200 جنيه بقى تقسميهم انت على حسب الكهرباء بتاعتك، الميه، الغاز، النت. هتشوفي البنود بتاعتك ماشيه ازاي، التزاماتك الشهريه بتمشي ازاي. هنخصص لها 1200 جنيه يا بنات. يبقى 1200 جنيه من 3000 ونص. وزي ما قلت لكم يا بنات الميزانيه دي خارج منها الايجار. انا ما اعرفش برضو ظروف الايجار ايه، ولا هي في شقه ملك ولا ايجار اللي بتحطه قد ايه. تمام. ما اعرفش برضو التموين ماشي عندها ازاي. هي عندها تموين شهري بتعرف تمشي بيه نفسها على حسب الافراد اللي عندها، ولا بتشتري التموين كامل. تمام. برضو هقول لكم افكار حلوه قوي قوي لبقيه الميزانيه هتعجبكم جدا. اول حاجه زي ما قلنا الالتزامات، والالتزامات دي اساسيه جدا في البيت يا بنات، فلازم نبقى حاطينها في الاعتبار. 1200 جنيه كهرباء، ميه، غاز، نت، دول الاساسيات بالنسبه لنا، وهيتبقى منهم. يعني انا عايزه اقول لكم ان هيتبقى منهم، لان الشهر ده لما بتيجي كهرباء عاليه الشهر اللي بعده بتبقى اخف شويه، الشهر اللي بعده ممكن الغاز. انا عايزه اقول لكم انا الشهر ده جاي لي 18 جنيه غاز بالظبط. 18 جنيه غاز، يعني اللي هو الشهر اللي قبله كان جاي الغاز عالي شويه، الشهر ده لينا فلوس فبيبقى الغاز اقل. فعايزه اقول لك ان انت هتحاولي توفري وتدبري من 1200 كمان. دي اول حاجه معانا يا بنات. طيب تاني حاجه معانا الخضار. الخضار يا بنات عاملين له ميزانيه 400 جنيه. انا مش هقدر اقول لك جيبي ايه وما تجيبيش ايه، لان دي على حسب انت وافكارك واللي بتحبوه واللي بتحبوا تاكلوه. فانا بالنسبه لي ايه الخضار الاساسي اللي ممكن اجيبه من 400 جنيه؟ انا ممكن اجيب بتنجان، طماطم، خيار، جزر، بصل، بطاطس، فلفل. الملوخيه اساسي معايا في الشهر، اساسي نعمل مرتين ملوخيه حتى، يعني اقل شيء. الكرنب لو هنعمل محشي. دي اساسيات الخضار. 400 جنيه يا بنات شهريا للخضار هتكفي وتوفي. عايزه اقول لكم انتوا بتشوفوني اسبوعيا ممشيه الميزانيه بتاعه الخضار حوالي 100 جنيه. حوالي 100 جنيه خضار اسبوعيا. تمام. يعني ده اقل شيء. لو انت بقى هتجيبي حاجه بسيطه، عندي البطاطس ب 10 جنيه يا بنات. لو جبت طول الاسبوع 2 كيلو بطاطس، يعني في الشهر كله 8 كيلو بطاطس، هيفرق معايا قوي قوي. يعني 20 جنيه الموضوع كله يا بنات، طول الشهر مش هيكلفني حاجه خالص. فانا كده عامله 400 جنيه للخضار طول الشهر. هنقسمهم بقى الاربع اسابيع، كل اسبوع 100، تمشي نفسك بالطريقه اللي انت حباها. زي ما قلت لك الخضار الاساسي بالنسبه لي اللي هو البتنجان، لو هعمل صينيه مسقعه حلوه، لو هعمل بتنجان مخلل جنب الملوخيه، لو هعمل صينيه بطاطس فعايزه جنبها بتنجان. الطماطم طبعا اساسي بالنسبه لي جدا. الخيار انا ما بكترش الخيار يا بنات، لان استخدامي ليه مش كتير.
الجزر نفس الكلام يا بنات، وزي ما قلت لك لو انت يعني موفره ومدبره وشايله في الفريزر، هتطلعي تاخدي الجزر من الفريزر على طول، مش هتحتاجي ان انت تجيبي كميه جزر كبيره طول الشهر. تاني ميزانيه عندي او تاني بند عندي يا بنات هو 300 جنيه عطاره. انا عندي العطاره يا بنات 300 جنيه بالنسبه لي العطاره الاساسيه، واهم حاجه في العطاره الملح، التوابل، المكرونه، الرز، الشعريه، لسان العصفور، الفيجيتار، دول اهم حاجه في بند العطاره. لما اروح للعطار كده اشتري من عنده، بشتري من عنده بقى، عايزه تجيبي عدس جيبي، عايزه تجيبي مكرونه الكميه اللي انت بتحبيها، على حسب انتوا بتحبوا المكرونه اكتر ولا الرز، بتكتري في الكميه اللي انت عاوزاها. لو جبتي لك الميزانيه اللي تريحك سواء مكرونه او رز او شعريه او لسان عصفور، والله يا بنات عايزه اقول لكم 300 جنيه هتكفي وتوفي معاكي طول الشهر. كل الكلام اللي بقوله لك، الملح طبعا شيء اساسي، التوابل، المكرونه، الشعريه، الرز، لسان العصفور، الفيجيتار. لو حابه كمان تجيبي عدس اصفر وعدس بجبه، لو هتعملي كده مره في الشهر كشري او مرتين في الشهر زي ما تحبي، ومره عدس، احنا هنحاول نمشي الدنيا على قد ما نقدر. تمام. طيب تالت بند معانا يا بنات المنظفات. انا عندي دلوقتي المنظفات يا بنات بالنسبه لي 300 جنيه، ودي كده يعني حاجه اختراع زي ما بيقولوا. 300 جنيه منظفات. انا عن نفسي بجيب المنظفات سايبه كلها يا بنات ما عدا الشامبو. لما جبته سايب قلت لي بلاش يا اسراء الشامبو سايب عشان ما يضرش الشعر، وفعلا معاكم حق يا بنات. انا عارفه ان الشامبو لما بيبقى سايب ممكن يضر فعلا فتله الشعر والبصيله بتاعتها ويضرها. تمام. فانا بالنسبه لي طب هجيب ايه ب 300 جنيه يا اسراء منظفات؟ هتجيبي صابون فيري اخضر او اصفر على حسب ما انت بتحبي، دوني، كلور، مناديل شاور، شامبو مسحوق، معطر، اي اضافات بقى تانية انت دي حاجه ليكي انت، يعني اكياس باسكت مثلا، حاجات انت بقى عايزه تضيفيها. 300 جنيه طول الشهر منظفات. قسميها بقى، يعني مثلا الخضار، انا عن نفسي كواحده بحب الخضار فريش، يعني بحب اجيبه اسبوعيا، ما بحبش اجيب الخضار يقعد عندي شهر كامل. هيقعد شهر ازاي يا بنات؟ يعني انا مش عارفه بصراحه. فانا بالنسبه لي بحب امشيها اسبوعيا. فانتي مشي نفسك بالنظام ده، اعملي بقى اظرف كده. نظام الاظرف ده حلو قوي قوي يا بنات. الظرف ده 400 جنيه خضار، الظرف ده 300 جنيه عطاره، الظرف ده منظفات 300 جنيه. هتكتبي على كل ظرف من بره البند بتاعه واللي يخصه، وهتكتبي فيه اللي انت محتاجاه. طول الشهر بتجيبي ايه، وهتحاولي كل اسبوع تاخدي منهم مبلغ وتنزلي تجيبي اللي انت عاوزاه. طول الشهر بقى بتاعك هتمشي نفسك بال 3500 جنيه. طيب البند اللي بعد كده يا بنات هو بند اللحوم. انا عندي اللحوم همشيها بميزانيه يعني ما تخرش الميه زي ما بيقولوا، ميزانيه حلوه قوي، ميزانيه ال 600 جنيه. والميزانيه دي على فكره يا بنات هتمشي معانا لمده 15 يوم. هنعمل يوم اكله كويسه كده فيها لحمه وفراخ وسمك، ويوم تاني هنمشي الدنيا على قد ما نقدر، هنعمل عدس، هنعمل مكرونه جنبها بيض مسلوق، جنبها شويه بطاطس محمره، جنبها المخلل او طبق سلطه حلو قوي ونعمه الفضل من ربنا. طيب ال 600 جنيه ميزانيه اللحوم دي يا بنات، هنجيب كيلو بانيه. كيلو بانيه يا بنات هيبقى عامل حوالي يعني 180 170 جنيه حاجه كده، يعني يوم ما يزيد قوي يبقى البانيه ب 90 هيبقى ب 180 جنيه. فانا عندي دلوقتي يا بنات، او هيبقى ب 170 جنيه على حسب، يعني الفراخ بتقل بتزيد، هو من 170 ل 180 جنيه. هنقول 170 جنيه او هنقول 180 جنيه مش فارقه العشرة. هنعمل ايه بالبانيه يا بنات؟ هنقسم البانيه، هناخد القطعه التخينه شويه اللي هي مفتله حبه، اللي بتبقى تقطيعتها كده مهدره او متلخبطه شويه، هنبتدي نقطع منها جزء شاورما. هنستخدم البانيه ده على 4 مرات يا بنات، مرتين وجبه بانيه ومرتين وجبه شاورما. هنعمل مره شاورما بلفه جلاش كده محترمه، جنبها شويه بطاطس محمره وجنبها شويه مخلل او جنبها شويه مكرونه. اليوم هيتقضى يا بنات بكل الطرق. تمام. دي كده وجبه تانية ممكن نعمل كرات البطاطس بالشاورما، ممكن نعمل كده بيت زيتين بالشاورما اللي احنا عملناهم. والبيتزا الاقتصاديه يا بنات مش لازم نحط فيها جبنه خالص موتزاريلا، يعني لو انت عايزه بقى توفري وتدبري يعني. يبقى هنجيب في بند اللحوم كيلو بانيه حوالي 170 80 جنيه، هنقسمه لاربع مرات، مرتين شاورما هقطع كده الشاورما التخينه اللي فيه، ومرتين بانيه. وزي ما قلت لكم يا بنات انا عندي قطعه البانيه بتيجي كبيره كده، بقسمها قطعتين، ولما بتدق عليها بايدك عشان السماكه بتاعتها تخف شويه، بتدي معاكي كميه، بتبقى فرده البانيه كده يا بنات. والله يعني عايزه اقول لكم فرده حمام مش فرده بانيه فرده حمام والله يا بنات ما شاء الله بتبقى حلوه قوي قوي. طيب يا بنات هجيب ايه كمان؟ هجيب ب 100 جنيه لحمه مفرومه. ب 100 جنيه لحمه مفرومه زي ما قلت لكم انا بجيبها جملي، بعصجها واشيلها يا بنات، بعمل بيها وصفات حلوه جدا. ممكن نعمل بيها مكرونه بشاميل، ممكن نعمل جلاش، ممكن نعمل كرات البطاطس محشيه لحمه مفرومه، ممكن نعمل اصناف كتير قوي. ممكن نعمل كفته، يعني نصبعها كده ككفته ونشيلها في الفريزر جاهزه على القليه على طول. لو انت موظفه، لو انت بتودي ولادك المدرسه، لو انت عندك ايا كان الظرف تطلعوا تعملها على طول.
طيب يا بنات، بصوا بقى يا بنات، ال100 مفروم دي هناخد منها حوالي كده يعني معلقه كده، معلقه حاجه بسيطه جدا يا بنات، هنعملهم على صينيه المسقعه الحلوه بتاعتنا اللي قلت لكم عليها قبل كده، وهعملها عملي معاكم باللحمه المفرومه، بتدي طعم في منتهى الجمال، واسمه صنف حطينا فيه لحمه هيبقى طعمه زي العسل. طيب يا بنات، هجيب ايه كمان؟ هجيب نص كيلو كبده، والكبده دلوقتي رخصت، انا حاليا والله ما اعرفش سعرها، بس حوالي النص هيبقى اقل من 50 جنيه، فانا هجيب بال50. دي وجبه عندي يا بنات. حابه تتبلي الكبده وتشيليها متبله بعد ما تغسليها بليمون كويس قوي قوي، تمام. حابه ان انت تشيلي الكبده بعد ما تغسليها حلو في الفريزر وتطلعيها تعمليها على طول، براحتك. حابه تجيبيها صبحه، براحتك. انا عن نفسي بحب اجيب الكبده صبحه، ما بحبش اشيلها. بس بقى قبل رمضان عشان ما انزلش في رمضان وانا صايمه كتير، بجيب ورايح نفسي، فاهمين؟ يعني احنا بنحاول ندور على راحتنا في الاخر. طيب انا عملت الكفته برز ب100 جنيه، وقلتوا لي يعني او طلب مني فين طريقه الكفته يا اسراء. طيب الكفته برز يا بنات، هروح كده. انا دلوقتي مش عندي كبه، انت لو عندك كبه تقدري تعمليها في البيت. طيب انا بعمل ايه في الكفته برز؟ انا يا بنات دلوقتي بحط في الكفته برز ربع لحمه جملي، ربع لحمه جملي، عليها كوبايه الا حاجات بسيطه، يعني هشيل من كوبايه معلقتين كده من الرز، تمام، بحطهم عليها. وشبت، كزبره، حابه تحطي اي نوع خضره تاني، حابه تحطي 3 انواع خضره براحتك، بصلايه، فصين توم حلوين، ملح وكمون، وببهر بقى بالبهارات اللي انا عاوزاها. عايزه تزودي بهارات براحتك خالص. دي بالنسبه لي كده حاجه اللحمه بتاعتي او حاجه الكفته بتاعتي. بروح بقى عند الراجل بياخد ربع كيلو لحمه مفرومه، وطبعا الكفته بتبقى جملي يا بنات، وببتدي ان انا اعملها عنده عشان انا ما عنديش كبه. لو عندي كبه هعملها معاكم جملي، ادعوا لي اجيبها قبل رمضان، ادعوا لي وهديكم وصفات بالكبه تحفه يا بنات، غايه في الجمال بامانه. تمام. طيب يبقى البند اللي بعد كده او الوصفه اللي بعد كده كفته الرز ب100 جنيه. هجيب ب100 جنيه كفته رز، هعملهم على مرتين زي ما قسمت معاكم في تقسيمه الكفته برز الفيديو اللي قبل اللي فات، وعملت لكم طبقين محترمين. هنعملهم يا بنات مره كده ومره كده، يعني مره في اول الشهر ومره في اخر الشهر او في نص الشهر هنعمل كفته برز برضه. طيب هجيب كيلو ونص سمك بولتي يا بنات، انا جايباه معاكم ما شاء الله اللهم بارك ب 65 جنيه امبارح. عايزه اقول لكم يا بنات ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طعمه زي العسل، كبير ما شاء الله، مش متهدر منه خالص خالص، مش متهدر منه، طعمه حلو قوي 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 يا بنات. هجيب كيلو ونص سمك بولتي، هيبقى عامل 95 جنيه معايا او 100 جنيه على حسب، لو زاد شويه هعمل منه وجبه، او على حسب يا بنات هتشيلي منه جزء وتعملي جزء لو انتوا عدد الافراد مش كتير. في ناس كمان بتحب السمك ولادها وفي ناس ما بتحبوش. فانا بالنسبه لي اوقات بجيب واشيل منه جزء عشان ولادي اوقات بيقولوا لي احنا مش عايزين سمك النهارده يا ماما، فبعمل لهم صنف كده خفيف جنب الاكل بحيث ان هم ياكلوا. طيب ايه بقى الحاجه اللي بعد كده هجيبها؟ انا جايبه يا بنات كيلو الاجنحه ب60 جنيه. كيلو الاجنحه يا بنات جايباه ب60 جنيه معاكم، وريته لكم ما شاء الله الجناح حاجه كده اللهم بارك زي فرده الحمام برضه. ما شاء الله الجناح يا بنات كبير وجميل جدا جدا، وبيوفر معايا وبيدبر وبيبقى حلو قوي قوي. هجيب يا بنات كيلو ونص من الاجنحه، وهعملهم على وجبه كده كويسه، يعني وجبه كده تغذي الولاد، صينيه بطاطس كده حلوه، طبق مكرونه حلو كده جنبه شويه اجنحه مشويه، حاجه كده يا بنات تحفه. ولو حابه تعملي له تتبيله حلوه قوي قوي، انا بجيب بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل رومي، قرن فلفل حراق، واحطهم في الخلاط، عليهم ملح وفلفل وبهارات وبابريكا، واضربهم حلو قوي قوي قوي. لو عندي هريسه شطه بحط معلقه، ما عنديش بستكفي بالخلطه اللي انا عملتها دي، وشويه زيت صغيرين تدي لمعه الفراخ بتاعتي، واتبلها بقى فيها من جوه ومن بره. بحب افتح الجناح كده وبقطع الحته الرفيعه اللي في الجناح اللي في الطرف عشان بتدي زفاره. تعليق ده جالي يا بنات، انا وانا بغسلها بقطعها وارميها، ما تقلقوش خالص يعني. لو رجعتوا الفيديوهات القديمه هتلاقوني ان انا بقطعها وارميها. طيب البند اللي بعد كده يا بنات بند الفاكهه، والفاكهه ده شيء اساسي جدا معانا زيه زي الخضار بالظبط، ده بند مهم قوي قوي ما ينفعش خالص ان احنا نقصر فيه. فانا عندي دلوقتي 200 جنيه للفاكهه طول الشهر. هتقولي 200 جنيه للفاكهه طول الشهر يا اسراء؟ 200 جنيه للفاكهه طول الشهر، هتمشي نفسك بيهم. الجوافه ب 25 الكيلو، الرمان ب 25 الكيلو، البرتقال ب 20، البلح ب 20 لو زاد قوي 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 من 15 ل 20 ما بيزيدش عن كده، الموز ب 35 او ب 30 على حسب. انا حاطه لك 35 عشان نبقى قلنا بالمره، يعني اللي هو البند بالمره. طب يا بنات الاسبوع ده هجيب مثلا جوافه، تمام، الاسبوع ده هجيب جوافه جنبها مثلا برتقال، يبقى الميزانيه ما خرمتش معايا 45 جنيه. الاسبوع اللي بعده هجيب برده نوع فواكه 2 برده، الاسبوع اللي بعده نفس الكلام. 4 اسابيع يا بنات في الشهر 200 جنيه فاكهه هيغرقوكي وهيفيد منهم، صدقوني هيغرقوكي وهيفيد منهم. انا بقول لك اللي انا يعني اوقات لما الدنيا بتزنق معايا بعمل كده،
انا الميزانيه دي بمشي بيها نفسي لما الدنيا بتزنق معايا، وبعمل كده والله يا بنات ربنا بيبارك وبتوفي وبتكفي وبتبقى الدنيا زي الفل. والحمد لله، بقول الحمد لله، الحمد لله دي يا بنات بتخلي الميزانيه والله العظيم تزيد وتكفي كمان. طيب بصوا يا بنات، البند بقى اخر بند معايا، وده بند بقى مهم جدا، السوبر ماركت. سوبر ماركت يا بنات يعني فطار وعشاء، دغري كده مفيهاش كلام، سوبر ماركت يعني فطار وعشاء. بندين اساسيين في الفطار والعشاء معايا لازم يا بنات يبقوا متوفرين، لازم مفيهاش كلام. البند الاساسي البيض. البيض مهم جدا وبنستخدمه في وصفات كتير، بنستخدمه في تتبيله البانيه، بنستخدمه لو عملنا عجه، لو عملنا شويه شكشوكه جنب الاكل، لو عملنا كيكه كده، لو عملنا اي حاجه بالبيض هنستخدمه. فانا بالنسبه لي البند بتاع البيض شيء اساسي جدا. عايزه اقول لكم يا بنات انا جايبه طبق بيض عامل 140 جنيه من بيم. انتم عارفين ان انا متعوده اصور معاكم واجيب لكم مشتريات بيم والكلام ده. ده كان مقطع من المقاطع اللي اتمسحت لما قلت لكم الفيديو اتمسح منه مقاطع، فده كان مقطع من المقاطع. عايزه اقول لكم يا بنات جايبه طبق بيض محترم ما شاء الله، البضايه كبيره، بيض ابيض في ماركت بيم. وماركت بيم موجود فروع ليه كتير في كل حته، ومش ماركت بيم بس، العروض بتنزل اول الشهر. تقدري ان انت تجيبي طبق بيض هيقعد معاكي الشهر كله، هيقعد معاكي الشهر كله. ان كنت عملتي بقى عجه، ان كنت عملتي كيكه، ان كنت عملتي تتبيله البانيه فحطيتي بضايه كده فيها، ان كنا قلينا بيضتين كده نفطر بيهم الصبح، عملنا شويه بيض مدحرج كده جنب المكرونه والبطاطس المحمره، او جنب الرز بشعريه، اسفه الرز بالعدس الاصفر، جنبه بيض جنب سلطه، فهيكفي معاكي طبق البيض حلو قوي قوي. اللبن بقى على حسب انت بتجيبي كميه قد ايه وتحفظيها في الفريزر. لو انت بتحبي من الناس ان انت تجيبي 4 5 6 كيلو لبن وتغليهم على النار وتسيبيهم اما يهدوا وتدخليهم التلاجة ويعملوا قشطه، تسحبيها كده من على الوش وتحتفظي بالقشطه ديت، تشيلها في الفريزر في علبه، وترجعي كل ما تجيبي تغلي وتعملي نفس الموال ده او الموضوع ده، وبعدين تقومي مطلعه من الفريزر عامله القشطه دي سمنه، بتبقى سمنه صافي يا بنات، واعملها معاكم ان شاء الله باذن الله وهتعجبكم جدا جدا جدا. طيب يبقى البندين الاساسيين معايا في قسم السوبر ماركت الفطار والعشاء، واساسي فيهم البيض واللبن. طبعا مش هجيب 400 جنيه كلهم بيض ولبن، اكيد هجيب جبن. لو انتوا بتحبوا اللانشوهات للمدرسه هتجيبي زيتون المخلي عشان لو عملنا شويه بيتزا، هتجيبي كيس جبنه موتزاريلا يبقى عندك، هتنوعي، هتجيبي زبادي لو حابه، هتنوعي وتجيبي حاجات للفطار والعشاء تنفع وتكفي معاكي طول الشهر ب 400 جنيه. تمام. اخر حاجه بقى يا بنات معايا هي الادخار، وده بند حلو قوي 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 وهيفرق معانا بجد في ميزانيه الشهر بتاعنا كله. احنا دلوقتي اتكلمنا في كل حاجه واساسيات ال 3000 ونص، واتكلمنا في الالتزامات، الخضار، العطاره دي شامله كل حاجه، ملح، توابل، مكرونه، رز، شعريه، لسان عصفور، فيجيتار، المنظفات يا بنات وفيها كفه شيء، اللحوم وفيها كفه شيء برضو، مش هنحرم نفسنا. انت ممكن تيجي في قسم اللحوم وتجيبي نص لحمه في مره وتحاولي ان انت الشهر ده ما تجيبيش بانيه، مفيش مشكله خالص، ونبدلها بلحمه مثلا. كيلو نص اللحمه يا بنات هنجيب نص لحمه، النص لحمه يا بنات عامل 220 جنيه البلدي. تمام. فانا هزود على ال 170 جنيه، هزود عليها بس يعني حاجه بسيطه، هزود 50 جنيه بس، فممكن تاخديها من قسم الادخار اللي احنا عاملينه. طب يا بنات الادخار ده ايه؟ 100 جنيه هتتبقى من 3500 جنيه، هنشيلها على جنب في حصاله، هنشيلها كل ما يبقى معانا 10 اتبقت من الخضار هشيلها، 10 اتبقت من العطاره هشيلها، 10 اتبقت من المنظفات هحطها. صدقيني هتيجي عند رمضان وتفتحي الحصاله ولو فيها 500 جنيه بس يا بنات هينفعوكي صدقيني والله بجد، لو فيها 500 جنيه بس هينفعوكي ان انت ال 500 جنيه دول ممكن تجيبي بيهم اللحوم والفراخ بتاعتك بتاعت رمضان كله، ممكن تجيبي بيهم قسم العطاره، قسم المنظفات اللي هتنفعك طول الشهر، سوبر ماركت العشاء او السحور بتاعنا او الفطار. لو حبينا كده، لو عندنا اطفال صغيره وما بيصوموش وعايزين يفطروا، فعايزه ان انا اريح من على نفسي واعمل لهم كده حاجه بسيطه الصبح يفطروا على بال ما يجي ميعاد الفطار، صدقيني الفلوس ده تنفعك. قسم الادخار يا بنات، وده اخر 100 جنيه هتتبقى من 3500 جنيه هشيلها، وزي ما قلت لكم كل قسم هيتبقى منه حاجه نحطها في قسم الادخار، ودي هتبقى حصاله راكنينها على جنب يا بنات، وقت ما نعوز نحوش فيها بنحوش. ودي ميزانيه ال 3000 جنيه ونص، اتمنى تعجبكم. مش عارفه باينه لكم ولا لا يا بنات ميزانيه ال 3000 ونص، يا رب اكون قلت لكم ولو معلومه بسيطه او استفدتي منها. لو عايزين اي ميزانيه، اي افكار، اي حاجه يا بنات ما تنسونيش تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رايكم في الميزانيه بتاعت النهارده. اظن كده ما سيبناش حاجه لما اتكلمنا عليها. لو بقى انت ما بتاخديش تموين او مالكيش تموين او بتاخدي حاجه بسيطه، ممكن نحاول في قسم العطاره ندخل كده بعض الحاجات من التموين فيها.
يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، لو عجبك الفيديو لايك وشير وتعليق حلو منك، متنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم، اشوفكم على خير الفيديو الجاي، باي باي بنات.